عمرك فكرت الأعمى بيحلم إزاي؟ أو ليه بيلبسوا نظارات شمسية؟ النهاردة هنجاوب على الأسئلة المثيرة دي. في نهاية الفيديو هتفهم أكتر عن الطرق الفريدة اللي بيشوف بيها المكفوفين العالم. يلا بينا نبدأ. لما نيجي نتكلم عن الأحلام، تجربة المكفوفين بتختلف حسب إذا كانوا اتولدوا مكفوفين ولا فقدوا بصرهم بعدين. اللي اتولدوا مكفوفين أحلامهم بتكون مليانة بمعلومات حسية. الأصوات، الروائح، اللمس والمشاعر بتلعب دور كبير. تخيل إنك بتحلم بنسمة هواء دافية أو ريحة الزهور أو صوت الأمواج بتتحطم. الحواس دي بتخلق أحلام حية حتى من غير عناصر بصرية. من ناحية تانية، الناس اللي فقدوا بصرهم بعدين بيكملوا يشوفوا في أحلامهم. ده لأن المخ بيفتكر التجارب البصرية اللي شافوها قبل كده. يعني حتى من غير مدخلات بصرية حالية، أحلامهم ممكن تكون فيها صور ومشاهد من الماضي. ودلوقتي خلينا نتكلم عن النظارات الشمسية. ليه المكفوفين بيلبسوها؟ الأسباب بتكون عملية ونفسية. النظارات الشمسية بتحمي العينين من الأذى. حتى لو حد مش بيشوف، عينيه لسه معرضة للإصابة من التراب أو الحاجات الطايرة أو الشمس الساطعة. كمان بعض المكفوفين بيعانوا من حساسية للضوء، واللي بتتسمى رهاب الضوء، وبتكون النظارات الشمسية وسيلة كويسة لتقليل الألم. لبس النظارات الشمسية بيساعد كمان في المواقف الاجتماعية، بيمنع الإحراج وبيخلي التفاعلات أكثر راحة لكل الناس المعنية. كمان النظارات الشمسية بتدي إحساس بالراحة والثقة، وده مهم للهوية الشخصية والثقة بالنفس. يعني في النهاية، أحلام المكفوفين تجربة حسية فريدة، والنظارات الشمسية بتقدم حماية وراحة مهمة. لو لقيت الفيديو ده مثير للاهتمام، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان تتابع محتوى أكتر عن التجارب الإنسانية. شكراً على المشاهدة.